السلام عليكم. ليه يا جماعه المريض لما يجي عند الدكتور يعمل مثلا حشوه اسنان وتيجي الحشوه يحصل فيها مشكله بعد شهرين 3 4 او تقع الحشوه، يتهم الدكتور ان الدكتور هو السبب، او الدكتور مش شاطر، خامته مش حلوه، الدكتور هو الغلطان، هو اللي لازم يعيد على حسابه وفي مشاكل. الغلط عند الدكتور. متناسي تماما ان في عوامل تانية كتيره ليها علاقه بالمريض وهي الاساس في وقوع الحشوه، مش الدكتور خالص. ده الغريبه اللي الناس لازم تفهمه. ليه دايما بيتهم الدكتور؟ ليه الدكتور غلطان؟ الدكتور ممكن يكون نصاب، الدكتور مش كويس. ليه يا جماعه كده؟ يعني انت المفترض الطبيعي لما تيجي تعمل حشوه او اي حاجه مستهلكه، طبيعي الحاجه دي ممكن تبوظ. هل الحشوه ليها عندك عمر افتراضي؟ يعني هل انت مقتنع ان الحشوه تقعد معاك 60 سنه او 5 سنين او 4 سنين عشان تقدر تتكلم ان الدكتور شاطر؟ انت لو جيت يعني سوري عملت مثلا سباكه في البيت، الحنفيه اللي هتعملها او هتغيرها مستهلكه هتبوظ، كاوتشات عربيتك لما بتستخدمها بتبوظ، بطاريه العربيه بتبوظ. وارد الحاجات المستهلكه تبوظ وقت قريب وتبوظ بعد وقت بعيد، دي مالهاش علاقه بوقت، ما نقدرش نحكمها. وخاصه لو في عوامل ليها علاقه بالمريض ما التزمش بيها، فلازم تحط في الحسبان ان المريض عليه عامل اساسي اكتر من الدكتور. ولو المريض ما التزمش بيها يبقى ما ينفعش المريض يتهم الدكتور عشان يهرب مثلا من الدفع او الحاجات دي. انا مش بتكلم في الحته الماديه. يعني احنا مثلا بنيجي نعمل حشوه، بندي المريض تعليمات ان هو مثلا ما ينفعش ياكل حاجه خشنه على المكان ده، ما ينفعش ياكل مثلا لبان او شوكولاتات او حاجه ستيكي ملزقه عشان ما توقعش الحشوات، ما ينفعش يحمل بطريقه قويه على الحشوات دي، ما ينفعش ما يهتمش بنظافه سنانه عشان اللثه ما تورمش فما تعملش التهابات، فما تخليش الحشوه تعيش فتره اطول، يغسل سنانه كويس عشان تراكمات الاكل ممكن توقع الحشوات، ما ياخدش بخله جامد قوي بين السنان عشان يوقع الحشوات. في حاجات كتيره المريض لازم يعملها، بس المريض ممكن ما بيلتزمش بيها. يعني مثلا المرضى طبيعي عندنا في مصر ما بيحبوش الالتزام، مع احترامي يعني انت مثلا عندك ضرس عملت فيه حشوه، يسيب لك كل الدروس اللي خلقها ربنا وعايز ياكل على الضرس ده بالذات ويكسر عليه الزلط. يعني سبحان الله، انت عندك 32 سنه، هتخسر ايه لو استخدمت 31 وسبت التاني ده ماليش لازمه؟ لا، ده هو مزاجه يسيب ال 31 سنه وياكل على 32 ده، ولما يتكسر لا الدكتور مش مظبوط، الدكتور مش عارف ايه. يا جماعه ده احنا بنخلع الضرس ونقول للمريض ما تشربش سجاير، يقول لك انا هشرب وانا نازل دلوقتي، ولما يجي لك تاني يوم بصديد ما انا اصلي ما اقدرش وانت ما قلتليش. والاتهام على الدكتور. ليه الاتهام دايما بيكون على الدكتور؟ ما ينفعش يا جماعه. لو هنحكمها بالعقل وانت بتحكم الموضوع ماديا، استبعد الماديات. مش مهم مين هياخد ايه ومين هندفع كام، لا، المهم نعرف المشكله في ايه. اخيرا عشان ما اطولش، يعني انا بدي مثل، كان عندي حاله قريب عملنا حشوه تجميليه لولد مثلا عمره 16 17 سنه، حشوه سيمبل جدا وسهله خالص. بعد ما خلصنا الحشوه بعدها ب3 شهور الولد جه او والدته اتكلمت، يعني فيما معناه ان الحشوه وقعت. طيب ما عنديش اي مشكله، احنا يا ريت ينورنا المريض عشان نعمل له الحشوه. لو في مشكله من عندي انا منطقيا من غير اي كلام انا هعمل حشوه تاني، هعيدها، انا كده كده هعيدها، بس منطقيا مش هتكلم في حاجه او ماديات. بس لما جيت ابص انا عايز اعرف ايه سبب وقوع الحشو، يعني منطقيا ايه سبب وقوع الحشو. لما جيت بصيت طبعا لقيت جدار الضرس مكسور، يعني حته من الضرس نفسها مكسوره، الجدار اللي سند الحشو. فطبيعي لما الجدار ده يتكسر الحشو مفيش حاجه سنداه فهيقع. طب الجدار اتكسر من ايه؟ منطقيا كده ايه اللي كسر الجدار؟ اكيد كلنا حاجه قويه او ما التزمناش باي عاده من العادات الصحيحه بعد حشوات الاسنان. فلما تيجي اسال المريض مثلا، لا كلت حاجه قويه، لا كلت البال، لا بختام غسيل السنان، كل حاجه عنده بيقول عكس كلامي، رغم ان انا عيني شايفه حاجه زي كده. يعني انت مش هينفع تضحك على دكتور الاسنان، لان دكتور الاسنان ده شغله فهو شايف. انت بتقول لي بغسل سناني، انا شايف سنانك ملتهبه ومطلع بواقي اكل وانا بشتغل، بتغسلها ازاي؟ اصدق ازاي يعني؟ لما تقول لي ما اكلتش حاجه قويه، طب ايه اللي كسر الضرس؟ يعني الضرس الطبيعي اقوى من الحشوه، الضرس نفسه اتكسر ليه؟ فده معناه ان احنا كلنا حاجه قويه. فلما تبقى انت كلت حاجه قويه اذا المشكله من عندك انت مش من عند الدكتور. يبقى ما تتهمش الدكتور. كونك انت مثلا بترمي التهمه على الدكتور عشان ما تدفعش فلوس، دي حاجه تانية انا ما بتكلمش فيها. قول لي بصراحه واحنا ممكن نتفاوض في الموضوع ده، انما ما بتتهمش الدكتور ظلم في حالاته وفي شغله، ده ما ينفعش. فبرضه عايز افهم الناس ان الموضوع لما يكون فيه عوامل كتير جدا لازم نشوف العامل اللي عمل مشكله ونحكم عليه، ما نتجنبش كل العوامل ونتهم الدكتور اللي هو العامل الاساسي. شكرا.